السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهاردة وصفة جميلة جدا، ازاي تعملي طاجن الفول بالبيض بطريقة سهلة جدا وسريعة جدا وتغيير عن المعتاد برضو ايه من ضمن الفطار. وبما ان احنا في الشتاء عايزين كده ايه كل يوم ناكل فطار كده حارش زي ما بيقولوا يعني. المهم عندي طاسة جبت فيها حطيت سمنة على زيت، ممكن تعملي زيت بس او سمنة بس متاح عندك، كمان لو عندك قطع زبدة كده هيبقى واو قوي يعني. فهنحط نقطع البصلة كده جوانح او الطريقة اللي تعجبك في التقطيع، لك الحرية التامة يعني. ببدأ ان انا اشوحها بالشكل ده لحد ما تدبل معايا. اول ما تدبل معايا بنزل عليها بالفلفل، ممكن تستخدمي فلفل الوان او شطة اللي هو الحامي يعني، او ممكن تستخدمي رومي المتاح عندك استخدميه. دبلت معايا البصلة بالشكل ده، نزلت عليها بالفلفل زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنزل عليها بطماطمية كده صغيرة متقطعة مكعبات، تاخد بس تشويحة معايا البصل والفلفل، وهنزل بالطماطم على طول زي ما انتوا شايفين معايا كده. نزلت بالقوطة هديها بقى تشويحة. هنا بقى عندي المكون السحري اللي انا اصلا ما بضيفش اي توابل ليه تاني خالص. انا بحط مكعب من المرقة او مكعب من الماجي، بفتفته كده واروح حطاه، بيبقى فيه كل التوابل اصلا ومش ببقى محتاج ملح تاني خالص. فبكسره كده زي ما انتوا شايفين، هو مكعب واحد بس. وطبعا انتي بتدوقي الملح طبعا. ممكن تعملي الفول دوت في البيت يعني، تكوني مدمساه في البيت، او الكيس اللي هو ب5 جنيه حاليا يعني دوت، بيبقى كده هو نظام طبق يعني. هو ده الحبة دول ب5 جنيه. ف بس فحطيته كده وبدأت ان انا اقلب فيه بالشكل دوت لحد ما الطماطم معايا تدبل كده وتبقى خلاص كده بقت عملت يعني، دبلت معايا مع البصل والفلفل. ببدأ ان انا انزل عليها بالفول وبديله كده تشويحة كده مع بعض، وادوقه لو محتاج ملح، محتاج فلفل اسود، محتاج شطة، محتاج اي حاجة بحطها. زي ما انتوا شايفين كده ضفت الفول، بزوده طبعا ميه عشان بيبقى تقيل معايا شويه، انا عايزه خفيف لان انا احطه في طاجن واحطه في الفرن، فلازم يكون معايا خفيف شويه علشان مع الغليان هيبدا يتقل. وطبعا هضيف عليه بيض عشان ما يبقاش تقيل، وابدا احطه في الفرن يبقى تقيل قوي وماسك قوي في قلب بعضه كده وممكن يتحرق معايا في قلب الطاجن، فانا طبعا مش عايزه النقطه دي. هنا خلاص تمام، الفول بتاعي جاهز. هروح جايبه بقى هجيب الطاجن وابدا بقى ان انا ايه افضي فيه الفول دوت من غير ما احط فيه اي حاجه. هو انا هحط الطاجن كده واروح مفضيه فيه الفول على طول بالشكل ده، وابدا ان انا اكسر البيض. طبعا ممكن تعملي طاجن كبير او كذا طاجن، او ممكن تعملي الطواجن الصغيره اللي هو يا دوب الطاجن اللي قد شخص، طاجن كده وتكسري فوقيها البيضه وتعملي كل واحد طاجن بحيث ان هو ياكله. لو عندك اللي هو الاطقم الصغيره، ما عندكيش ممكن تعملي على عدد افراد الاسره زي ما انا عامله كده. حطيت الطاجن وفي قلبه الفول وكسرت عليه البيض من فوق من على الوش يعني زي بيض عيون كده، ورشيت عليها بس كده ملح وفلفل على البيض زي ما انتوا شايفين معايا، ملح وفلفل. وابدا بعد كده احط لها كده على الوش يعني حاجات بسيطه كده من السمنه، سمنه بلدي كانت عندي، فبدات ان انا ايه احطها كده على الوش عشان تطعم لي بس الفول كده، ولما تسيح كده وانا باكل الفول يبقى طعمه كده تحفه يعني. حطيتها كده على الوش، طبعا هي هتسيح دلوقتي مش هتقعد بالشكل ده زي ما انتوا شايفين معايا. دخلتها الفرن وخرجت بالحلاوه والجمال ده، بجد كان طعمه خطير جدا. جربوها هيعجبكم جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.